مساء الخير حنان. مساء الورد يا ابو فهد. راح تكون عندنا يعني شعر، وضيفة شاعرة غنائية مشهورة وعندها أغاني، العديد من المطربين غنوا لها. فبالتالي يعني وجودها اليوم أيضا راح يعطي أجواء حلوة وجميلة تناسب هالأجواء المطرية الموجودة عندنا. ضبط، ويبي لها شاعرة غنائية وكلامها كذي رومانسي وفي إحساس ومشاعر، تدري أكيد. يعني يمشي مع الأجواء مع الخميس المطرية. ونيس. بالضبط. فأيضا يعني اليوم نقول حق المستمعين يعني مشرفتنا بالاستديو الشاعرة الغنائية دلال المقهوي. هلا وسهلا فيك، حياك الله معانا. يا هلا وغلا فيكم، وسعيدة اني متواجدة معاكم اليوم. حياك الله أهلا دلال. الله وسهلا يحييكم، نورتينا. نوركم، تسلمون يا من رب. متى عن الإذاعة أنتي؟ والله قبل شهر كان آخر لقاء لي. احنا سمعنا انك كنتي مسافرة. صح، كنت بتركيا. تركيا، هل هو عمل ولا الأجواء شعر؟ والله أجواء شعر. ما في عمل. بس الأجواء اللي كتبتها شوية حزينة نوعا ما. تتملين الحزين أكثر عيل. لا شعوري أعشق كتابة الحزين، أكتب غزل ولكن الحزين أكثر من يستهويك الغزل، أكثر. يستهويني أكثر، أو قلمي يميل لهذا اللون أكثر. يعني يقولون يعني دلال المقهوي يعني الشاعرة الغنائية اللي موجودة معنا بالاستديو اليوم، يعني عندنا أمطار وغيم، يقولون يعني الشعراء لهم يعني طقوس معينة، لهم أجواء يحبون هالأجواء هذه. صحيح. ودنا يعني نتكلم عنها أو يعني تقولينها الشعر كيفك؟ بقول شعر عن الغنى أي. والحب، بما أن اليوم الجو حلو ومطر، نقول غني لي كوبليه في وقت انعزالك، حق أبو نورة وذكرى أو نوال، خلني أحلم أسولف عن وصالك، الكل من حولي إذا فيها مجال، أنا شمسك راحتك يعني ظلالك، أنا قمرة في عتم ليلك هلال، غني لي أي أغنية تطري في بالك، جدبي أسمع وأعيشك في خيال، لا تضيعني بمزاجك وانفعالك، كون هادي رايق وغن وتعال، لا تكرر أسئلة ما بي سؤالك، خلني مو وقت ناقشك بجدال، الفراق أعمى وفال الله وفالك، لا تعكر جونا يا ابن الحلال، غني لي كوبليه في وقت انعزالك، حق أبو نورة وذكرى أو نوال. يا سلام. الله. يا سلام يا دلال، يا سلام. ما شاء الله. أنت تقولين لا تكرر الأسئلة، أنا بكرر السؤال. مليون مرة كرر. هل يعني الفنانين الكبار اللي ذكرتيهم يعني هل أنت يعني من الأساس قاعد تسمعين لهم وتتابعين أنشطتهم؟ طبعا أكيد، يعني من الفنانين اللي أنا جدا أعشقهم طلال سلامة. نعم. وصار في بيني وبينه تواصل قبل فترة، والحمد لله يعني دندن بعض من نصوصي، وإن شاء الله يا رب بعض الأعمال تتنفذ على أرض الواقع، وسعيدة إني خذيت رأيه في قصايدي. كذلك الملحن الكبير الأستاذ مشعل العروي أيضا دائما في تواصل معه، أرسل له قصايدي، وبإذن الله مع المدة والأيام بيكون في أعمال على أرض الواقع إن شاء الله. بالعكس، ودلال يعني صوتك ما شاء الله، والنعومة والرقة هذه اللي قاعدة تقولين فيها الشعر. يعني إحنا دايما متعودين أن نسمع أكثر شيء الرجال هم اللي يقولون شعر بالغالب، يعني مو دايما بس غالبا. إيه صح. فشنو تجربتك كامرأة قاعدة تقول؟ بالعكس أنا قاعدة أسمع صوتك أحس شاعري أكثر. هو حسب الشاعر نفسه. أنا من وجهة نظري ما له علاقة امرأة أو رجل، كل شاعر له شخصيته ولا الكاريزما مالته. يعني في شعراء قصائدهم حلوة لكن ما يعرفون يلقون، والعكس صحيح. فمن وجهة نظري ما يعتمد على امرأة أو رجل، حسب الشاعر نفسه. في أحد ألقى شعرك يعني أعطيتي دلال يعني ولا أنت فقط يعني اللي إذا قلت الشعر تقولي له بإحساسك؟ إلى الآن أنا اللي ألقيت قصايدي، بالعكس أتشرف وأتمنى أن مع الأيام أكون في هذا الانتشار أنهم يلقون قصايدي. أتمنى. قبل شوي ذكرتي يعني الفنان القدير طلال سلامة. نعم. وقلتي إنك يعني تواصلتي معه ودندنتي معه. هالدندنة إحنا نبي نسمعها. شنو سمعتيه يعني؟ سمعت مجموعة حلوة من الأغاني. دندن لي عمل بعنوان ليه أحبك. أي. يقول ليه أحبك يلي مغرم في حنانك، ليه أحس الله خلق قلبي عشانك، ليه أحس طاير إذا شفتك قريب، أنت قلبي ولا قلبي هو مكانك، ليه أغني لك وأسولف لك وأغنيك،
ليه أنا عاشق أنا ذايب أنا فيك، ودي تكون لي حصرا مثل السر في قلبي، جرب غيمة أحلامي يمكن يعجبك حبي. يا سلام. الله يا دلال. وين راح الحنان ليه ما شفت صوتك الزمان أسمع زمانك والمكان المكان آخر الشعر تسألك عنه. متواصلين معاكم وضيفتنا الشاعرة الغنائية دلال المقهوية. أهلا وسهلا فيك دلال مرة ثانية يا وحياك الله هلا معنا. وغلا فيك. أول قصيدة قلتيها لحد الآن حافظتها أو تطري على بالك؟ أكيد ليه؟ كان مقطع صغير، يعني أول دخولي للمجال الغنائي بشكل رسمي كان مع ملحن سعودي أيضا كان توا بادي وياي اسمه خالد ناصر. بدأ بلقب الملحن مزاجي، فكنت أحط قصائدي بالسوشيال ميديا، فدخل علي بشكل رسمي وقال لي أبي القصيدة. كان المطلع يقول جال في خاطر الإحساس زولك، ملا ليلي بوله واقعة خالي، يا القريب اللي يصعب وصولك، انت سبت كل تفاصيل انفعالي. كان هذا البارت اللي يعني دخلت بشكل رسمي في مجال الشعر الغنائي. نعم. دلال، يعني شنو تجربتك أو شنو رايك في الفنان حسن العطار؟ حسن من أقرب الناس على قلبي بالوسط الفني، من الفنانين اللي يجمل قصائدي بصوته الرائع. كذلك حسن تعاوناتي يعني دائمة مع صوت كويتي رائع مثل حسن العطار، خصوصا أن حسن يغني جميع الألوان وكذلك أكثر من لغة، وأعتقد أن حسن منفرد بهذه الخصال الفنية، لأن قليل نلقى فنان شاب بهذه الثقافة العالية. فشكرا لحسن على أنه دائما يجمل مفرداتي. تعاملت معه بعملين وبالمستقبل إن شاء الله في مجموعة من الأعمال، وأتمنى أن الأعمال اللي نقدمها أنا وحسن تليق بالفن الكويتي، كوننا إحنا فنانين شباب كويتيين حابين نقدم أعمال كويتية راقية تعيش مو فقاعة والسلام. وبما أن ذكرتي حسن حابة أهدي له خاطرة، أقول له علني ما ذوق أنا في يوم حزنك، ولا أشوف الدمع في محجر وعين، الملا كل الملا تغتاظ منك، صوت رائع شكل وأيضا رزين، سولفوا ما سولفوا من قال عنك، أنت مالك أي شبه في الأربعين. يا سلام يا سلام. دلال المقهوي الشاعر الغنائي ضيفتنا، ترى الحين معانا بالاستديو دش علينا الإعلامي والشاعر خالد المحسن يا زميلنا، هلا وغلا موجود أبو محسن أستاذي الغالي اللي كان ضيف عندنا هني ونورنا، استضافني يعني أيضا، واليوم شرفنا بالاستديو، استضافني أيضا وما أنسى وقفته معاي، وأيضا هو اللي ساعدني بالتواصل مع الفنان طلال سلامة. شكرا لك من قلبي، شكرا على هذا الدعم الداعم أستاذ خالد. شكرا. سمعي قصيدة، عندش قصيدة ما دام نقول فاقدك. أي هالقصيدة كتبتها في تويتر تقريبا قبل 2 ولكن ألقيتها أمس، بلقيها بعد اليوم. تقول فاقدك ما كن بالعالم وجود، فاقدك بشعور وإحساسي حفا، صاحبي ليتك بأيامي تجود، كان ما ضوي عن العالم طفى، تذكر أيامي مع ذيك العهود، تذكر أني كنت لك بيت ودفى، تذكر أني كنت أهديك الورود رغم كل اللي حصل لي من جفا، وتذكر أني كل ما جرحي يزود أكتفي بصمتي وقلبي لك عفا، ليه تتركني وترسم هالحدود، وليه من قلبك لي الحب اختفى، وليه كل هذا الجفا وهذا البرود، وانت تدري شوفتك لي يا شفا، كل ما قربت لك ترقى صعود، لين صاح القلب يا الغالي كفى، شف دمع العين جرح الخدود، وكل حاسد شاف دمعي يشتفى، ارجع وخلي الفرح فينا يعود، وارحم اللي فيك عمره اكتفى. يا سلام يا سلام عليك يا دلال. احنا قاعد نقول الشاعر الغنائية. نعم. الشعر الغنائي يختلف عن يعني الشعر العادي وطريقة يعني صياغته دلال. الشعر الغنائي أعتبره أنا من وجهة نظري بحر مفتوح. يعني الملحن الشاطر يلحن جميع القصائد سواء كانت موزونة أو كانت في بحر حر. بالنسبة لي أنا أسهل أكيد لأني أتطرق لجميع البحور بشكل مريح وأكتب خواطر أو نبط أو اللي أنا أبي ويتلحن يعني.
احنا بنروح فاصل، لكن قبلها نبي شعر منك وننطلق الى اغنيه، بعدين يصير عندنا فاصل اخر. نقول ثقل ورزانة يلا بغنيها النجم الإماراتي محمد الشحي قريبا إن شاء الله. ان شاء الله. شاء تكون الله. من ألحان محمد الشحي، وتوزيع الموزع الراقي حسام كامل. وكلمات دلال المقهوي تقول الله عطاك الزين والله معليك، عن البشر لك قدر يا كبر شانه، انت الملاك ومن يحاول يباريك، من نظرة عيونك تخل اتزانه، إذا مشيت الورد ينبت حواليك، يبكي شذا عطرك يزيد امتنانه، عرفت ليه إن جيت لك ما ألاقيك، لقيت عودك ينحرف من ليانه، تدري وش أكثر شي عندي محليك، من فوق ذاك الزين ثقل ورزانه، البارحة فكرت لا شفتك أعطيك أغلى هدية بس تبقى أمانة، ومن كثر ما أحبك وقدرك وأغليك، دورت قلبي ما لقيته مكانه، سرقت قلبي والمشاعر تهنيك، عرفت له وشلون تكسب رهانه، روحك غدت فيني وأنا شفتني فيك، وكلني داري جرح خله عشانه، آمر تدلل لا توقف أمانيك، من كان مثلك لا يرده لسانه، أقول للعالم إذا حل طاريك، هذا الزمان اللي نشوفه زمانه، خلاص قلبي يا بعد روحي مغليك، أصدر عن العالم لحبك بيانه. بيانه. الله الله. تو النهار على كويت اف ام 103.7. طبعا رجعنا في تو النهار مع ضيفتنا اللي منورتنا اليوم الشاعرة الفنانة دلال المقهوي. نورك حبيبتي نورك. حبيبتي. فيك حياك الله معنا. قبل شويه يعني قاعد نتكلم على بداياتك يعني دلال، فقاعد نشوف انه يعني انت بديتي باسمك يعني دلال، في يعني دائما يعني البنات او النساء بشكل عام او المراه بشكل عام اذا قالت شعر تبدا باسم مستعار، ممكن اغلبهم يمكن عاشوا وممكن ماتوا وهم والناس عارفين يعني اسمائهم المستعاره مو عارفين اشكالهم، لكن بدايتك انت يعني بدلال يعني الناس عرفوا يعني الشاعر هذا. ودنا نتكلم على هالموضوع هذا. أنا من صغري أكتب، ومن صغري أفتخر باللي أنا أكتبه، وحابة أني أنا أظهر باسمي الحقيقي، علشان يعني في عندي تفكير يمكن حلم، والحمد لله بدأ يتحقق، أني أنا كوني بنت كويتية أرفع اسم الكويت في مجال الشعر، والحمد لله تحقق هذا الشيء. كوني بنت عائلة كويتية معروفة، عائلة المقهوي، من عمري ما فكرت أحط أبداً اسم مستعار، يعني من عمري حابة أني أنا أظهر في اسمي الحقيقي، والحمد لله حققت هذه الأمنية. أكيد. وبالعكس حلو لما الواحد ترى يعترف بأهله وباسمه الحقيقي. ليه؟ لأن أحس إنه فخر يعني طبعاً الموضوع، لأن أنت قاعدة تقدمين محتوى يعني ناجح، فبالعكس هذا فخر. إنزين يعني دلال، دائما الشعراء يمرون في حالات نفسية معينة أو طقوس معينة مثلا علشان يطلع المكنون هذا الشعر اللي داخلهم، التعبير، يعني هو الشاعر معبر. صحيح. فهل أنت مثلا لازم تمرين في فترة خلينا نقول حالة نفسية معينة، ولا مثلا أنت عادي على حسب الجو على حسب المزاج؟ شنو؟ هو كل شيء، بس صح يعني مرات أمر بحالة نفسية معينة، والحالة النفسية هذه طلعت قصيدة بعنوان خذلانك، غناها النجم أيمن الأعتر. كنت عايشة الحالة وعايشة الخذلان، فأكيد في بعض الأحيان أكتب في حالة معينة، وبعض الأحيان تطري في بالي نصوص سواء غزل أو حزن بجو يعني أنا حابة أكتب فقط لا غير، لكن أكيد كل شيء يعني كل الحالات تمر علي. ممكن يعني مثلا يعني هذا خذلانك يمكن يعني حالة مريتي فيها، لكن يعني الشاعر بشكل عام هو يعني يترجم إحساس الآخرين، يعني ظروف الآخرين. صح، مرات أكتب عن حالة معينة شفتها أثرت فيني، ومرات ينطلب مني إني أكتب عن شيء معين، فمثل ما ذكرت أكتب بكل الحالات. لكن في بعض القصايد، يعني بعض القصايد تشبهني أنا، مثل خذلانك، مثل فاقدك، مثل حاجز الصورة أيضا اللي ذكرتها لوالدتي رحمة الله عليها. لما يطلبون منك يعني هل يعني تلقين يعني كأنه طلب اوردر، يعني تحسين ان المشاعر تختلف بغير لما يعني تطلع الكلمات من دلال عفوي؟ اي مرات يكون الموضوع موضوع
كنا امتحان أنا بكتب صح. عليه. وصارت يعني مرة رسل لي شاعر سعودي رياض العوض، أوجه له تحية أستاذي، رسل لي لحن قبل سنتين، قال لي هاللحن لإحدى الفنانين، اللحن خالي دلال أبيك تركبين عليه كلام. قلت له حق منو؟ قال لي ما راح أقول، ركبي كلام. ربع ساعة ركبت الكلام. يا منفرد غناها النجم محمد الشحي، والحمد لله يعني ما خذت شاء الله. أكثر من 1,000,000 بأسبوع. ما شاء الله. فهذا مثل اختبار ونجحت فيه يعني. أي. ومن بعدها في تعاونات ثانية إن شاء الله راح تكون مع محمد الشحي بالفترة الجاية. فإي ساعات يكون كنا اختبار. الرد حق خذلانك خذلاني. ان حمد مجهزها وقاعد يأشر يقول خل تقول خذلانك عشان مجهز الأغنية نفسها، فأنا بنسمعها بصوتك. خذلانك كسر فيني شي ما يبي يرهم، أظن عمري الضايع وظن قلبي المغرم. خسرت التجربة وياك وأنا من التجربة أتعلم، لذلك لا تظن بيوم على بعادك أنا أتندم. ضرورة أتعود وأنساك، أعلم قلبي ما يهواك. تعبت وما أبي حبك وما نرهم أنا وياك. أنا اللي كنت بعتبرك تضوي آخر أنفاقي، حسبت تكمل سنيني وتعمر عمري الباقي. ظنيتك ربيع وشمس ما هابتك أوراقي، وأجمل يوم كان وياك يوم أعلنت نفراقي. خسرتك وربحت نفسي، تركتك واشرقت شمسي، وعشت نجمة أنا بسماك ولكن تحلم بلمسي. الله الله.